تم يوم أمس عرض الحلقة 157 من مسلسل المنظمة. الحلقة استطاعت من الحصول على رايتنج 7.39% في فئة المجموع، محتلة صدارة الرايتنج اليومي والمرتبة الثالثة في الرايتنج الأسبوعي. الحلقة شهدت العديد من المشاهد القوية، خاصة آخر الحلقة، حيث شاهدنا روتكاي يكتشف حقيقة ألتاي، وعلى الأغلب حقيقة هلال أيضا. روتكاي وصل إلى هذه المعلومات المهمة بمساعدة زوجة جوهر، وكما قلت سابقا فإن زوجة جوهر ستكون ضرباتها لفريق المنظمة ضربات قوية، فهي تعلم طبيعة عملهم كون زوجها السابق هو جوهر. ألتاي الذي ذهب لرؤية والدته تفاجأ بوجود روتكاي، فكيف ستتمكن ألتاي من تجاوز هذه الورطة؟ هنالك خياران، الأول أن يقوم ألتاي بإطلاق النار ومن ثم اعتقال روتكاي، والخيار الثاني والذي أرجحه أكثر أن يعمل ألتاي لإيجاد حل ويقنع روتكاي أن المعلومات التي وصلت هي معلومات مغلوطة، وسيحاول إثبات براءته هو وهلال. روتكاي لم يكتفي بالإيقاع بهلال وألتاي، بل نجح أيضا في كشف مخطط أجدر وكركوت وحمدي، ونجح في تهريب الرجل الصربي الذي سيقود العصابة المسلحة. الحلقة التي شهدت في بدايتها غضب كبير من جوهر على كركوت، شهدت في آخرها تراجع جوهر عن موقفه الرافض لزواج بهار وكركوت، لكن نهاية الحلقة شهدت أيضا إصابة بهار بطلق ناري أثناء تواجدها مع كركوت، حيث قام أحد رجال دزدار بإطلاق النار بعد طلب روتكاي ذلك. كركوت الآن سيبدأ بلوم نفسه بعد إصابة بهار، وسيقوم بشن هجوم كبير للانتقام من دزدار وروتكاي، لكن هذا الموضوع لن يكون سهل على الإطلاق.